لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان تشوفي كل وصفاتي الجديدة اول ما تنزل. وكمان اعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك. اهلا بيكم، معاكم رغدة. فراخ الشيش اللي بنشتريها من عند الحاتي، هي اسمها فراخ شيش. زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، وهنعمل لها تتبيلة روعة علشان تدينا الشكل ده، والطعم والريحة حلوين قوي. هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف المكونات والطريقة. المكونات اللي عندي هنعمل بقى تتبيلة هتعجبكم قوي. عندي حبيتين طماطم وبصلة متوسطة، وعندي عصير ليمون، معلقة كبيرة زبادي هتدي طراوة للفراخ وتخليها تستوي بسرعة، ومعلقة كبيرة خل برضو بتشيل الزفارة، هو الخل والليمون وبيخلوا الفراخ تستوي بسرعة. معلقة كبيرة توابل فراخ انا بشتريها جاهزة، لو ما عندكيش تقدري تستخدمي كمون وكزبرة وبابريكا وكركم. ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة طبعا الملح، نظبط الملح. اول دي المكونات. اول حاجه هعملها هفرم البصله ناعم، هي والطماطم. لو ما عنديش الكبه دي تقدري تفرميها بالمبشره، تبشريها بالمبشره، المهم تتفرم ناعم جدا. فاول حاجه هنفرم البصله مع الطماطم. تتبيله الفراخ دي روعه جدا وتديكوا طعم حلو قوي، ولو عايزينها سبايسي طبعا تقدروا تضيفوا شطه. اهو انا خلاص فرمت البصل. هجيب البوله اللي انا هتبل فيها الفراخ. البصل اهو فرمته ناعم، بعد كده هفرم الطماطم وهضيفهم على بعض. تمام. هفرم بقى الطماطم وهضيفهم على البصل بالشكل ده. خلاص انا فرمت البصل والطماطم. نيجي بقى نضيف التوابل بتاعتنا الحلوة. هضيف معلقة زبادي. الكوباية الزبادي دي فيها معلقة واحدة، هضيف اهو معلقة زبادي كبيرة، وعليها بقى معلقة توابل الفراخ اللي بجيبها جاهزة، وتقدري طبعا تستبدليها بأي توابل بتحبيها. ومعلقة صغيرة فلفل اسود، تقدري تضيفي برضو شطة، ومعلقة كبيرة خل، وأقلبهم كده كويس قوي. بعد كده هضيف عصير الليمون، حوالي ليمونة ونص. الليمون برضو بيشيل الزفارة وبيدي طعم حلو للفراخ وبيخليها كده طرية. هي الزبادي والخل والليمون أساسي في تتبيلة الفراخ. وبعد عصير الليمون طبعا هظبط الملح، وهدوق كده التتبيلة دي اشوفها محتاجة اي حاجة تاني. هظبط الملح واقلب وادوق كده اشوف التتبيلة محتاجة اي حاجة تاني. وبعد ما اقلب التتبيلة كويس قوي نشوف هنعمل ايه. تمام، انا عندي بقى دي التتبيلة اهو، قلبتها كويس قوي. هحطها على جنب، وهجيب عندي فرخة كاملة، دي حوالي كيلو 800. هقطعها. طبعا لازم اول حاجة اغسلها كويس قوي، وبعد كده انقعها في خل وملح حوالي ساعة او نص ساعة، وبعد كده ادعكها بالدقيق والليمون كويس قوي، وبعد كده اصفيها. ده اساسي في اي فراخ مشوية او اي فراخ هتدخل الفرن عشان ما يكونش فيها زفارة وتكون كويسة قوي. نعملها بالطريقة دي. هجيب الفرخة بتاعتي بعد ما عملت فيها اللي قلتلكوا عليه كله، ونضفتها كويس قوي، اتاكدت ان ما فيهاش اي ريحه زفاره. الدقيق بينضف الفراخ جدا، والخل والملح والليمون نغسلها اساسي بالحاجات دي. وهقطعها تقريبا الفرخه دي هقطعها ل15 حته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو هقطع بقى الفرخه كلها زي ما انتوا شايفين. انا قطعتها ل15 حته. احنا لما بنجيب الفراخ الشيش من عند الحاتي بنجيبها كده قطع صغيرة بالشكل ده، وعلشان تستوي معاكي بسرعة في الفرن. هقطع بقى الفرخة كلها.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرمي الحتة دي. تمام. وهقطع الصدر برضو زي ما تحبي، قطع صغيرة قطع كبيرة زي ما تحبي قطعيها بالشكل ده. واقطع واحط في التتبيلة على طول عشان اوفر من وقت ومجهودي، اكون مجهزة التتبيلة جنبي. اقطع الفراخ بعد ما غسلتها كويس وانزلها على طول في التتبيلة بالشكل ده بكل سهولة اهو زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة بالراحة. نخلي بالنا واحنا بنقطع طبعا، بس هقطعها كلها واحطها في التتبيلة وهرجع لكم اهو. خلاص قطعتها كلها وحطيتها كلها في التتبيلة. اهم حاجة لازم على اقل حاجة تقعد في التتبيلة 4 ساعات، اقل حاجة 4 ساعات عشان تاخد الطعم، والطعم كله يتخلل في اللحم كده ويوصل لكل حتة للفراخ. فانا هسيبها تاني يوم، هسيبها 24 ساعة، هعملها تاني يوم. يعني تقدري تتبليها بالليل وتعمليها تاني يوم. تمام. انا خلاص اهو سبتها لتاني يوم. نشوف بقى هنعمل ايه علشان نعمل فراخ شيش زي بتاعه الحاتي بالظبط. طبعا اي حاجه احنا استخدمنا او قطعنا عليها الفراخ او السكينه وايدينا نرش عليها خل كويس قوي ونغسلها. لازم رشه الخل دي بعد الفراخ ما قعدت لتاني يوم بالشكل ده. وزي ما قلت لكم اقل حاجه 4 ساعات علشان تدينا الطعم المميز. هنشوف بقى هنعمل ايه. شايفين الفراخ وريحتها جميله قوي. هنشوف بقى هنعملها شيش ازاي. بصوا الصينية دي لازم يكون عندك صينية ألمونيوم تستحمل الحرارة، وانا عندي الشبكة دي هشوي عليها. الصينية دي هنحط فيها مية ليه؟ علشان الفراخ لما نحطها على الشبكة هتنزل دهون، فما تعملش دخان وتبهدل الدنيا وتعمل دخان كده وريحة. فالصينية دي لما يكون فيها مية الدهون بتاعت الفراخ هتنزل على المية، فهتكون الدنيا كويسة خالص. تمام. طيب انا عندي السيخ ده هحط فيه الفراخ. وكمان لو ما عندكش السيخ ده تقدري تستخدمي العواد الخشب دي او تقدري تستخدمي الاتنين. تمام. طيب انا ما عنديش لا سيخ ولا عواد خشب، نجيب الفراخ ونحطها على الشبكة بتاعتنا دي. طيب انا ما عنديش الشبكة دي، الصينية نحط فيها مية ونحطها تحت الشبكة بتاعة البوتاجاز، ونحط الفراخ على الشبكة بتاعة البوتاجاز من جوه في الفرن طبعا، ونقلبها بالماسك ده عادي. فأي حاجة عندك استخدميها وما تعطليش نفسك علشان تعملي الفراخ الشيش دي. تمام. فانا هنا هستخدم السيخ ده بتاع الشوي، وهستخدم العواد الخشب كمان معاهم. فهحط القطع الكبيرة في السيخ، والعواد الخشب احط فيها القطع الصغيره. وزي ما قلت لكم الصينيه دي هنحط فيها ميه بعد ما نملي الاسياخ بتاعتنا علشان اي دهون تنزل من الفراخ ما تتحرقش وتعمل دخان كتير. الميه تنزل، اي دهون تنزل من الفراخ في الميه. تمام. بس هحط كل بالراحة كده كل قطع الفراخ في السيخ. وكمان هستخدم الأعواد الخشب. برضو تكة مهمة نبل الأعواد الخشب بالمية علشان ما تتحرقش في الفرن، لكن السيخ مش مشكلة. وكمان السيخ والأعواد الخشب ايه مهمتهم ان انا اعرف اقلب الفراخ على وشين بسهولة في الفرن. وزي ما قلت لكم لو ما عندكوش تقدروا تحطوهم على الشبكة وتقلبوا بالماسك، لان الفراخ بعد ما تحمر من ناحية هقلبها. تمام. طبعا وانا بحط الفراخ في الاسياخ، طبعا انا هنزل بالماء في الصينيه اهو حوالي كوبايتين مش كتير. انا ولعت الفرن. تولع الفرن وتسيبيها تسخن كويس ربع ساعه كده، تسخن جدا وتخليها على نار عاليه. اهو انا بنزل كوبايتين الميه في الصينيه تحت الفراخ علشان اي دهون تنزل من الفراخ ما تتحرقش وتعمل دخان، واحافظ على الفرن بتاعتي كمان تكون نظيفه. فدي فايدة الصينية بتاعة المية. خلاص انا اهو زي ما انتوا شايفين الفراخ جاهزة تدخل الفرن. هدخلها الفرن وهوريكم كمان وهي في الفرن. انا دخلتها فرن عالي جدا. بصوا عشان اعرف اقلبها بكل سهولة اهو. زي ما قلت لكم لو ما عندكوش الشبكة والاسياخ دي حطيها على شبكة البوتاجاز عادي، وحط الصينية برضو دي تحتيها. تمام. هسيبها تاخد حوالي ساعة في الفرن.
بعد وقت كده هاتابعها، ولمّا لقيت ناحية اتحمّرت منها هاقلبها على الناحية التانية وهادخّلها الفرن تاني، علشان تاخد اللون من ناحيتين. خلاص أهو بعد ساعة أنا خرّجتها وهاقدّمها، بجد طبعًا تَكّة مهمة جدًا بعد ما تخرّجيها من الفرن واعصري عليها كده نُص ليمونة، هتبيّن جدًا طعم التتبيلة وطعم الفراخ وريحتها هتكون جميلة أوي، فدي تَكّة هتعجبكم جدًا. بس وهاقدّمها بالهنا والشفا، تقدري تقدّمي معاها رُز، تقدّمي معاها مكرونة والسلطات بتاعتِك بقى زي بتاعة الحاتي بالضبط، الفراخ الشيش سهلة جدًا وهتجرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم، وانتظروني في تَكّات كتير ووصفات أكتر.